الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن أفضل الأعمال عند الله عز وجل حفظ كتاب الله والعمل به، وهو الذي يرفع الله عز وجل به الدرجات. فمن حفظ كتابه وعمل به قيل له اقرأ وارتقي، وصاحبه يلبس يوم القيامة تاج الكرامة ويلبسه أبويه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أجل هذا سعينا إلى أن نعلم أولادنا كتاب الله تعالى، فقمنا بهذا العمل خلال الفترة الماضية للرجال والنساء في مسجدين، في مسجد أبي بكر الصديق ومسجد الرحمن. ثم قمنا بعمل مسابقة من أجل تحفيز الأولاد والبنات، والمسابقة والمنافسة، وهذا خير ما يتنافس فيه. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأعظم المنافسة هي فيما يكون في كتاب الله تعالى. وقمنا بعمل مسابقة وامتحانات لجميع الطلاب الذين حضروا معنا، وصدقا كانت الدرجات مشرفة وتسعد الآباء والأمهات. وبإذن الله لا نريد أن ينقطع هذا العمل. الذين معنا نريد أن يكملوا، الذي بدأ معنا نريد أن يبقى معنا إلى أن يختم كتاب الله، وبعد أن كان متعلما يصبح معلما. واليوم إن شاء الله سنوزع الجوائز، وهي جوائز قيمة، ومعنا تقريبا أكثر من 150 فائزا. كل من امتحن معنا له جائزة، حتى لو دخل بصورة واحدة. وهبدأ إن شاء الله في توزيع الجوائز، وأبدأ من أول جزء عامة. أنا قسمت المسابقة، قسمت المتسابقين إلى أقسام. معانا اللي حفظوا فيما يتعلق بجزء عامة، يعني جزء واحد من صورة لغاية جزء، يعني لما أقول مثلا من جزء كذا لكذا المحصور بينهم، لأن قسمت الأولاد والبنات إلى أقسام. قلت مثلا الحافظ من 10 أجزاء ل 15 جزء، فلما نجي على المجموعة دي يعني ممكن واحد يكون فيهم حافظ 10 11 12 وهكذا، العدد كتير. فطبعا مش هقول ده حافظ صورة ولا صورتين، خلاص كده فهمنا احنا كده. يبقى دول اللي حافظين ايه؟ صورة فما فوق لغاية جزء كامل. معلش لو انا عملنا ممر اللي يسمع اسمه يجي بسرعة. انا امبارح عشان اتأخرت جدا والله في كتابة الشهادات، ففي شهادات اظن انه كانت محتاجه تعديل بسيط شويه يعني، فالشيخ عبد الباقي معايا ان شاء الله هيظبط لو في اي مشكله. انا مخلطهم مع بعض، لا انا عاملهم مع بعض. طبعا احنا كل طالب حتى لو صوره واحده كما قلنا له شهاده تقدير وليه جائزه. بدانا فيها اقل جائزه معانا، طبعا نسيت اشكر المحفظين والمحفظات، وايضا لهم جوائز اليوم ان شاء الله. طبعا اخذوها خاصه المحفظات وإن كانت بسيطة، لكن أحببنا اليوم ألا نترك أحدا دون إبداء التقدير والتكريم له، فجزاهم الله خيرا الذين قاموا أيضا على تحفيظ الأولاد والبنات. اللي أنادي عليهم يا ريت يجوا بسرعة، يبقوا جاهزين. طبعا كل الجوائز احنا حاطين الجائزة على الايه مع شهادة التقدير. تعال هنا يا شيخ طارق، خد مني وديهم مباشرة. خلاص شوف مين دول. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه، وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. آخر واحدة وهي أعلى درجة مع ضحى سمية عبد الله. ما شاء الله، ممتازة يا سمية، ربنا يبارك فيكم جميعا. وإن شاء الله وأكرر إن شاء الله نسأل الله ألا تنقطع هذه المسابقات ولا تحفيظ القرآن. إحنا مش جايين هنا علشان خاطر نكسب المبلغ ونمشي وكذا، عايزين يبقى القرآن منهج حياة، وهيبقى إن شاء الله كما قلنا في درجات على الحضور. إن شاء الله يمكن الأسبوع اللي جاي ده بس هيبقى أجازة، وبعد كده نرجع تاني للمقرأة. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.